يعني بالتأكيد إسرائيل على مدار السنوات الماضية ما زالت تستهدف وتستمر في استهداف المراكز الصحية، ولكن خصوصا بعد 7 أكتوبر زاد الاستهداف بشكل كبير للمستشفيات والمؤسسات الصحية. إسرائيل لم تترك مستشفى في قطاع غزة، عاملة في قطاع غزة، إلا وتم استهدافها، إلا وتم محاصرتها. جميع المراكز الطبية، حتى المراكز الطبية الصغيرة التي تقدم الخدمات العاجلة للمواطنين، تم استهدافها وتم محاصرتها وتم قصفها مع الأسف. ولم تكتفي إسرائيل فقط باستهداف هذه المستشفيات واقتحامها، بل قامت بأكثر من ذلك، حتى أنها قامت باعتقال الطواقم الطبية العاملة داخل هذه المستشفيات، وقامت أيضا باعتقال الجرحى من هذه المستشفيات. إسرائيل تدرك بأن ما تفعله، خاصة في موضوع الاستهداف المستشفيات والإسعافات واعتقال الجرحى، أنه يمثل جريمة حرب. لذلك كانت في كل مرة تحاول أن تبرر ذلك وتقول بأن هذه المستشفيات يكون فيها قادة عسكريين أو أنها مراكز للقتال. وحتى لو افترضنا، مع أنها لم تستطع إثبات هذه النتيجة، ولكن حتى لو افترضنا بأن إسرائيل بررت بهذا السبب، إلا أنها أيضا استمرت في مخالفة القانون الدولي الإنساني، لأن القانون الدولي الإنساني لا يقوم فقط على مبدأ التمييز ما بين العسكريين والمدنيين، ولكنه أيضا يقوم على مبدأ الضرورة العسكرية ومبدأ التناسب. إسرائيل خالفت كل هذه المبادئ في استهدافها لهذه المستشفيات، وبالتالي إسرائيل ارتكبت حسب نظام روما الدولي، المادة لا سيما المادة السادسة والسابعة والثامنة، هي جريمة حرب مكتملة الأركان. أيضا إسرائيل، أريد أن أؤكد هنا على نقطة، أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي لا تسقط بمرور الزمان، وأنه سيأتي اليوم إن شاء الله التي يتم فيه محاكمة إسرائيل على مثل هذه الجرائم. مختصر القول أن استهداف المستشفيات واستهداف المراكز الصحية واعتقال الممرضين والطواقم الطبية من خلال هذه المستشفيات ومخالفة كبيرة للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الدولية والبروتوكول الإضافي الخاص بها. أما على صعيد القانون الجنائي الدولي فهو يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لا سيما وأنها تخالف المادة السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي. في النهاية نقول أن المعركة القانونية ولا بد أن تستمر، على الرغم من ضعف النتائج التي تخرج من هذه المعركة، على الرغم من أن النتائج قد تكون أو قد نحصل عليها بعد فترة من الزمن، لكن كما قلت أن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن، وأن المعركة القانونية لا بد أن تستمر، والحق الفلسطيني إن شاء الله سوف يرجع إلى أصحابه.